درسنا اليوم عن العفة. يقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. شو يعني؟ خليك عفيف زي ما قال الحديث، مش زي فلان الجشع الطماع يا لطيف. كيف؟ تعال احكي لك كيف. تعريف ترك المحرمات والبعد عن الشهوات. للعفة في تصنيف. في عفة اللسان يا إنسان احكي خير وإحسان، قم رتل القرآن، رطب بذكر الرحمن، بالأذكار ليل نهار، الاستغفار جوا الدار برا الدار. خليك عفيف زي ما قال حديث. واسمع يا ابو الشباب، لا تغتاب. الغيبة والنميمة والشتيمة جريمة وشيء معاد. ترضى نقول لك كذاب؟ احسنتم يا طلاب. سيبك من قيل وقالوا كانوا مالوا غادوا هان، ثكلتك امك يا معاذ. يعني طريق النار بالمختصر للسان، لسان. ومن حسن الإسلام اترك ما لا يعنيك، خلي كلماتك شيك، طلع أحسن ما فيك، لا فاحش لا بذيء ولا طعان ولا لعان. حتى كثر الكلام بيلزمه تخفيف. إياك والسواليف، وخليك قصيف خفيف شريف شفيف لطيف نظيف عفيف زي ما قال الحديث. والثاني في التصنيف تشتغلش في الحرام، لا تمد ايدك لا إنسان. اوعك مال الأيتام والسلبطة والتطفيف، وخليك عفيف زي ما قال الحديث. ولو تشتغل حطاب أحسن لك من الشحات. ولا تقرب الحرام حتى لو إنه تعريف، وخليك عفيف زي ما قال الحديث. والثالث في التصنيف لا تلدش عن النسوان والبنات، كل واحد عنده اخوات والخوات لهم اخوان. احكي لعينك لا، حرام. اياك والتشليف والقعده على الرصيف. مدارس البنات مطبات. احذر عن العورات، كن كفيف زي يوسف الصديق الشريف. خليك عفيف زي ما قال الحديث.